ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فطير الشرقي مع بعض. تعالوا نشوف الطريقه والمقادير. هناكل احلى فطير. بصوا شكله لذيذ بس الاضاءه مش مظبطه. بصوا فظيع. شايفين يا بنات؟ تعالوا نشوف الفطير بتاعنا اللذيذ ده عملناه ازاي. والحشوه بصوا لذيذه. يلا نشوف المقادير بتاعتنا. المقادير بتاعتنا هتبقى عبارة عن ايه يا حبايبي؟ هتبقى عبارة عن كيلو دقيق ومعلقتين سكر كبار ونص معلقة ملح صغير. يبقى كيلو دقيق، معلقتين سكر كبار، السكر العادي بتاع الشاي، ونص معلقة ملح صغيرة بس، وكوبايتين ونص مية. يعني كيلو الدقيق له كوبايتين ونص مية يا بنات. هنعمل مية عادية من الحنفية. بس كده العجينة بتاعت الفطير بتاعنا. الحشوة هتبقى عبارة عن طماطم مقطع، بس هيشيل البطن بتاعه يا بنات علشان الميه اللي فيه متعجنش الفطير بتاعنا. يعني دي الغلاف بتاع الطماطميه من بره، ماشي، ونحوش البطن بتاعه. ده زيتون وده فلفل. الحشو بتاعتكم على حسب ما انتوا تحبوا. كنت هقول لكم ايه تاني؟ انا هحشي بشاورما، انتوا تحشوا باي حاجه. وجبنه موزاريلا. معلش دي مليانه دقيق عشان كنت عامله الدقيق بتاعي محللاه. هنحط كوبايتين ونص ميه. حطينا نص معلقة الملح الصغيرة، نص معلقة ملح صغيرة، ومعلقتين سكر كبار. معلقة ادي 2. هنعمل ايه تاني؟ هنحط المية بتاعتنا، مية عادية من الحنفية، كوباية. ادي 2، وده النص مش هحطه دلوقتي، هعجن في الاول وبعد كده هشوف هيحتاج تاني نص الكوبايه ولا لا، علشان في دقيق بيحتاج ميه كتير، سوائل كتير، وفي دقيق مش بيحتاج. لو عندك عجان عجنه في العجان، بس انا بحب اعجن بايدي علشان مش كل الناس عندهم عجان في البيت. ماشي حبايبي؟ حط نص كوبايه الميه برضو. يبقى حطينا كوبايتين ونص ميه لكيلو الدقيق. تفضلي تعجن لغايه العجينه بتاعتك يعني تتلم معاكي كده ويبقى لها، عشان يبقى لها عرق. ماشي؟ هعجن الم العجينه بتاعتي كلها وبعد كده ارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هيا بنات انا كده عجنت العجينه. ممكن تحتاج منك ميه تاني لو الدقيق بتاعك بيحتاج سوائل كتير، ممكن هتحتاج ربع كوبايه ميه تاني، وممكن ما تحتاجش النص كوبايه. يعني ممكن تاخد كوبايتين ميه، ممكن تاخد كوبايتين ويعني والنص، وتاخد ربع تاني، يعني كوبايتين 3 كوبايات الا ربع. ماشي؟ على حسب نوع الدقيق بتاعك. يعني احنا نحط كوبايتين ونشوف الدقيق بتاعنا هياخد قد ايه. بس اهم حاجه العجينه تبقى ملمسها زي كده، ولا هي تخينه ولا هي سايله، تبقى كده وما تبقاش ملزقه في الايد. ماشي؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هشكلهم معاكم. قطع الكور العجين بتاعتي على حسب ما انا بحب. يعني الفطيره بتاعتك لو عايزاها كبيره او صغيره. انا هعملها في الحجم ده كده. هدهن ايدي زيت. ممكن تعمليها بسمنه، ممكن تعمليها بزيت، ممكن تعمليها بزبده، على حسب ما انت تحبي. بصوا يا بنات، انا خدت زيت كده في ايدي واغلف العجينه بتاعتي كلها كده، اغلفها بايه؟ بالزيت. ماشي؟ واسيبها كده ترتاح. فطيره على حسب ما انت حباها، كبيره صغيره براحتك. اعملها كده واغلفها برضو بالزيت او بالسمنه او بالزبده. بس على فكره يا بنات، الزبده بتخلي الفطير يبقى مورق وزي العسل، والزيت برضو والسمنه، بس مش زي الزبده. الزبده يعني لو عندك زبده بتبقى احسن في الفطير، بس انا مش ما عنديش النهارده، فعشان كده عملتها لكم بزيت.
تقطع الفطير بتاعك على كذا كور، لكن انا عايزاهم فطير كبير فعملتهم على 4 كرات. لازم العجينه ترتاح يا بنات، يعني قد ما تسيبيها ترتاح، كل ما ترتاح كل ما تبقى احسن وتفرد معاكي. يعني انا هسيبها لغايه ما اعمل الحشوه بتاعتي. انا هعمل حشوه شاورما. طريقه الشاورما عندكم على القناه بتاعتي اللي عايز الطريقه كده. غلفناهم كلهم يا بنات. هجيب زيت بتاع ده كيس وهغطيهم بكيس علشان ما تنشفش العجينه بتاعتي، وهسيبهم يرتاحوا يعني 10 دقايق نص ساعه على حسب ما اخلص الحشوه بتاعتي. بعد كده نرجع نشكلها مع بعض ونشوف الفطير الشرقي او فطيره البيتزا هنعملها ازاي مع بعض. كده انا ريحت العجينه بتاعتي يا بنات، ارتاحت اكتر من 10 دقايق. هنعمل ايه دلوقتي؟ كل ما تسيبيها كل ما هتبقى احسن معاكي. انا مولعه الفرن بتاعتي. لازم الفرن بتاعتكم تكون مولعه وسخنه. الفطير لازم، الفطير الشرقي او الفطير العادي بيبقى لازم الفرن بتاعتنا تبقى سخنه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفرد اول واحده معانا كده يا بنات. ارتاحت العجينه بتاعتنا. هنفرد اول واحده. اول الفطيره بتاعتنا لازم ندهن زيت. شايفين لما مرتاحه معانا بتفرد ازاي؟ لما ترتاح معانا تفرد فيها على طول، تبقى سهله خالص. شايفين؟ اهم حاجه في الفطير بتاعنا الزيت يا بنات او السمنه على حسب ما انت بتستعمل. حبه زيت اعملي بزيت، حبه سمنه اعملي بسمنه. هي بصوا مش عايزه عود ولا حاجه، بتفرد مع نفسها كده لذيذه. لازم نكبرها خالص، نفضل نفرد فيها لغايه ما تكبر خالص وتوسع خالص. هي بنات بص لازم تبقى رقيقه خالص معانا، ماشي؟ تفضل تفردي فيها لغايه ما تبقى رقيقه خالص خالص كده شفافه. اهم حاجه الفطير بتاعنا انها تبقى شفافه خالص، ماشي؟ افضل اوسع فيها كده. شايفين العجينه بتاعتنا فظيعه يا بنات. لما تريحوها تبقى خطيره معاك، تفرد معاك خالص. اهم حاجه توسعيها، والاطراف يا بنات تفردوها برضو تبقى رقيقه. حاولوا خلوها رقيقه خالص زي ما وريتكم. بصوا توسعوا فيها قد ما تقدروا، ما تخافوش مش هتتقطع معاكم، عشان العجينه احنا بتاعتنا مريحينها خالص وهتفرد معاكي خالص، هتبقى كويس. شايفين العجينه بتاعتي؟ هنعمل ايه دلوقتي يا بنات؟ عادي لو اتقطعت منك كده ما يجراش حاجه زي بعض. احنا هنعمل ايه يا بنات؟ هعملها على كده. بصوا اقطع كده، اقطع من هنا كده واقطع جزء من هنا قصادها، ماشي؟ واعمل ايه تاني؟ اسيب هنا يعني كت شبر كده في النص، ما اقطعوش، ماشي؟ يعني اقطع كده وكده، واجي من هنا تاني اقطع كده. الطريقه دي بتخلي الفطيره معانا تورد، تبقى حلوه خالص. اعمل بساطه الناحيه التانية. هاي يا بنات كده نعمل ايه تاني؟ هنحط الحشوه بتاعتنا. الحشوه على حسب ما انت تحبي، جبنه موزاريلا، بس طماطم وفلفل يعني على حسب ما انت تحبي. لو هتحطي جبنه وطماطم وفلفل عادي راح. تعملي شاورما زي اللي انا عاملاها دي، انا عملتها على القناه عندي على القناه يا بنات. اللي عايز طريقه الشاورما يدخل على القناه بتاعتي، ماشي؟ انا هحط جزء من اول طبقه من فوق خالص، هي اللي نعمل فيها الحشو.
ماشي كده. هحط جزء من الشاورما وهحط عليها طماطم. قلنا نحوش القلب بتاعها يا بنات علشان القلب بتاعها بيبقى فيه ميه، واحنا مش عايزين نبوظ العجينه بتاعتنا تبقى طريه، فبنحوش القلب بتاع الطماطم. ماشي. ونعمل ايه تاني كده بالصوت شكلها لذيذ ازاي. الزيتون برضه على حسب ما انت تحبي، طماطم زيتون فلفل، اللي عايزه تشيليه براحتك تحطيه براحتك على حسب الحشوه اللي انت تحبيها. ممكن تحشي بلانشون، ممكن تحشي بعصاج، يعني افكار اللي انتوا حابينه. ممكن طماطم وفلفل وزيتون وجبنه، بس ممكن تشيلي الجبنه براحتكم، بس الجبنه بتبقى بتمط وبتبقى لذيذه بصراحه. او بتبقى كده. بصوا يا بنات انا هحط شطه، انتوا دي برضه اختياري مش اجباري. شطه هرش شطه كده عليها، اللي حابب برضه الحركه دي يعملها، مش حابب خلاص دي اختيار. حط الجبنه عاد تبقى لذيذه، تجيبها من جوه كده وبتمط وتبقى لذيذه خالص. تروحي تجيبيها الجبنه دي بتاعه الفطيره دي بتبقى غاليه، بتبقى غاليه خالص بره، لكن انت عاملاها في البيت نظيفه ومش بتكون بالطعم ولا بالحلاوه اللي احنا بنعملها. هنعمل ايه يا بنات دلوقتي؟ اجيب الجنب ده كده، شايفين الفطيره بتاعتي رقيقه ازاي، العجينه رقيقه خالص. واجيب الجنب التاني كده فوقيها، جبنا الجنبين كده فوق بعضيهم. ماشي. نروح نعملها كده، شايفين الحركه واضح كده. هدهن زيت يا بنات علشان الطبقات يورقوا. بصوا كده علشان يبقى ايه الفطيره بتاعتنا تبقى مرق وتبقى لذيذه. تجيبي الطرف ده كده تمطيها كده على قد الفطيره بتاعتك. نجيب التاني الجنب التاني كده، كل ده طبقات بتبقى في الفطيره بتاعتك. عادة لو اتقطعت منك عادي، ما هي كلها في بعضيها. نجيب كده تاني شايفين الحركه؟ مش عارفه شايفين ولا لا. جيبي الطرف التاني كده. لو لقيتي العجينه بتاعتك ما فيها زيت حطي زيت تاني، بس انا حاطه فيها زيت كميه حلوه فيعني عادي كده خلاص. انا هجيبها كده الجاي علشان تشوفوها اخر حاجه فيها. هي نعملها كده يا بنات كده اهو كده، الطرف ده كده. الفطير العادي برضو اعملوه بنفس الحركه دي برضو بيبقى لذيذ عادي يا بنات. لو جنب اتقطع منك كده عادي، هي كلها في بعضها كلها. حاولي توسعيها تبقى كديه، يعني تمطيها خالص تبقى شفافه. شايفين العجينه تحت شفافه ازاي؟ بس كده الجنب ده كده اخر حاجه كده نلمها باي طريقه كده. لميناها كلها. نعمل ايه دلوقتي؟ هجيب الصينيه بتاعتي او الصاجه بتاعتي وهدهنها زيت واوريكم نحطها ازاي. اهي يا بنات كده انا دهنت الصاجه بتاعتي وحاطه لها علشان الصاجه بتاعتي بتلزق. ماشي. حاطه لها زيت، دهنت ورق الزبده وحطيت لها زيت. نحط الوش ده الملخبط من تحت والتاني من فوق. احنا هنسيبها تريح كده وبعد كده نفردها تاني. هنفردها تاني يا بنات نوسعها. ماشي. بس احنا دلوقتي انا عملتها كده وهفردها تاني هوسعها. بس لما ترتاح شويه هعمل التانيه، ودي هنسيبها كده مش هفردها ولا اوسعها دلوقتي غير لما ترتاح. ماشي. هعمل التانيه افردها معاكم واوريكم، وبعد كده انا قلت لكم حتى ورق زبده ودهناها علشان الصاجه بتاعتي بتلزق. بصوا يا بنات لما العجينه بتاعتي مرتاحه شايفين بتفرد لوحدها ازاي؟ شايفين لذيذه ازاي؟
مش محتاجه عود ولا حاجه اللي هنعملها بيه، بس خطيره. شايفين ده طماطم من البتاع دي، شايفين العجينه فظيعه. هفردها واوسعها برضو زي التانية، وبعد كده ارجع لكم اوريكم هنعمل ايه. هيا بنات كده فردناها، بصوا زي ما فردنا دي الاولانيه. هعمل ايه؟ هنقطعها بالسكين عادي. نعملها ازاي؟ نقطعها كده جزء كده كده. التقطيعات دي هي اللي بتوريك لي الفطيره بتاعتي، ماشي. وقصادها الناحيه التانية نقطع كده، بس ما نجيش في النص، يعني نخلي كده شبره في النص مش نقطع، ماشي كده كده قصاد بعضيها. يجي هنا في الجنب ده اللي من فوق نحط فيه الشاورما بتاعتنا. الناس اللي بتقول لي الصوت مش واضح يا بنات، انا بعلي صوت على الاخر، بس انا طبيعتي اساسا من صوتي يعني مش عالي قوي، بس انا معليه بامانه السماعه على الاخر ومعليه صوت على الاخر. كده هنعمل ايه تاني؟ هنحط زيتون. الزيتون برضو قلت كل حاجه بحطها دي اختياري يا بنات مش اجباري، يعني اللي حابب يحط الحاجه يحطها، مش حابب يشيل اللي هو عايزه. بس هي طريقه الفطيره العجينه اللي انا وريتها لكم طريقه لذيذه خالص. والطماطم نحوش قلب الطماطمايه علشان ما يبقاش فيها ميه. في ناس مش بتحب الجبنه ما تحطهاش، بس هي الفطيره اساسا بره بتبقى فيها جبنه يعني. بس كده هعمل ايه؟ زيت. اللي يشوف الفطير ما يقولش الزيت كتير، هي اساسا الفطير بيبقى فيه زيت، لازم عشان يورق معانا ندهن زيت او سمنه. الفطيره بتاعتنا يا بنات لازم تبقى شفافه ورقيقه خالص. بصوا بعد ما عملنا كده نجيب الطرف ده كده نقفل الفطيره بتاعتنا خالص ونروح عاملينها كده، ماشي. نجيب الجنب التاني ده، شايفين شفافه ازاي؟ نعملها كده، شايفيني واضح ليكم كده؟ بس نفرد المتن ده. الطبقات دي هي اللي بتخلي الفطيره بتاعتي تورق معايا. سويها يا بنات، سووها كده، ماشي. ندهن زيت تاني. نجيب الفطيره بتاعتنا كده، يعني كل كام طبقه نروح حاطينها في النص، ندهن زيت ونروح فردين الطبقه. لو اتقطعت مننا عادي مجراش حاجه. ندهن زيت، اهم حاجه تدهن زيت وسمنه علشان الفطيره بتاعتنا الطبقات تورق معانا. كل ما نعمل الطبقه كده وكده نروح جايبين الفطيره بتاعتنا كده في النص ونروح حاطينها كده، ماشي. هنعمل ايه تاني؟ نفرد الجنب ده علشان تتنى مني. شفتوا سهله ازاي؟ طريقه سهله خالص يا بنات وسريعه وفي منتهى السهوله، وفي ثانيه تعملوا فطيره وطعمها بيبقى خطير وجميله كده. بس ما نفردش فيها تاني غير لما ايه نسيبها شويه تريح. نجيب الصاجه بتاعتي واحطها فيها، ما نحطهاش على الجنب ده، نحطها على الجنب ده، ماشي. هعمل الفطير بتاعي كله هخلصه وبعد كده ارجع لكم. هنا اول فطيره عملناها بنات ارتاحت، فلما ارتاحت دهنت ايدي زيت ونفردها كده. نحاول نفردها عشان هي تتفرد معانا تورد معانا وتبقى شبه بتاعه بره. هي مش بتبقى تخينه كده على بعضها، بتبقى رقيقه وطبقات من جوه بتبقى مرقه وحلوه لذيذه خالص. فاحنا عشان نعملها شبه بتاعه بره لازم نعملها كده، شايفين يا بنات؟ يبقى نسيبها ترتاح بالمنظر اللي احنا عاملينه ده، وبعد كده اول ما ترتاح نحاول نعملها تبقى مدوره شبه بتاعه بره كده اهو يا بنات.
الفطيرة بتاعتنا. بس تبقى كده، يبقى نسيبها كده. اول ما ترتاح نروح فردينها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. شايفين تتفرد معاكي بسهوله مادام مرتاح. اول ما ترتاح معاكي تتفرد في منتهى الجمال. بس كده. لو حاجه طلعت حاولي تداريها كده. بس كده. ممكن ايد نازلين كده كده. وش الفطيره حط له زيت من على الوش وخلاص على كده. ونسيبها برده، ما ندخلهاش الفرن، برده تسيبها 5 دقايق وبعد كده تدخليها الفرن علشان تتنفخ كده وتورد معاكي. هعمل التانيين وارجع لكم. قلنا لما احط الفطيره يا بنات اللي منعكش ده نحطه من تحت واللي متسوي ده من فوق، ماشي. ونسيبها كده ترتاح. لما ترتاح زي كده دي ارتاحت فنفردها. ناخد شويه زيت كده، نعمل كده. اللي ترتاح معاك هتتفرد سهله خالص، لكن اللي ما ترتاحش بتبقى لسه ماسكه نفسها. اهم حاجه تريحوا العجينه يا بنات. عجينه الفطيره لازم ترتاح. شايفين؟ كل ما ترتاح كل ما تتفرد معك خالص وتبقى لذيذ. طبعا انت لسه ما ارتاحتش، هنسيبها شويه. هروح ادخل دوكهم على الفرن عبالة ما دي ترتاح وافردها. هتتفرد بامانه. العجينه مرتاحه خالص ولذيذه معايا. شايفين العجينه حلوه ازاي؟ هفردهم كلهم كده يا بنات. انا مولعه الفرن بتاعتي على 180 وهدخلهم على الرف في النص ومولع من فوق ومن تحت. عايز فرن سخن خالص. الفطير عايز فرن سخن، لازم نكون مولعين عليها. اول ما ابتدينا نعمل الفطير بتاعنا نفرده لازم نكون مولعين الفرن علشان يكون سخن معانا والفطير بتاعنا يطلع مورق وحلو خالص. هدخلهم الفرن يا بنات ولما يستوي هوريهولكم. بس كده. شايفين؟ يبقى كل الدقيق عمل 4 فطيرات معايا. عمل 4 فطيرات معايا، ماشي. هندخلهم الفرن عد وبعد كده هوريهولكم. هي بنات الفطير بتاعنا بعد ما طلع من الفرن منتهى الجمال. بصوا بس الاضاءه عندي مش مظبطه. بصوا شكله لذيذ ازاي. انا هقطع لكم واحده اوريها لكم من جوه شكلها ازاي. مورقه وطعمها في منتهى الجمال. هي بنات قطعتها. هي بتتقطع كده من حاجات صغيره. بصوا من جوه. شايفين الفطير بتاعنا مورق ازاي؟ شايفين طبقات؟ شايفين الحشوه بتاعتنا لذيذه بالجبنه وكله. فظيعه يا بنات، جربوها. الطريقه دي بتبقى في منتهى الجمال. هي سخنه، انا مقطعاها وهي سخنه عشان كده مش عارفه امسكها عشان اوريها لكم من جوه. بس انا بحاول امسكها بالراحه علشان اوريها لكم. شايفين الطبقات؟ شايفين مورق ازاي؟ شايفين دي كذا طبقه يا بنات. شايفين الطبقات رقيقه ازاي؟ لذيذه. اتمنى تجربوها. اتمنى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب. واتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكم وكون فدتكم حاجه بسيطه النهارده. ويا حبايبي اشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بكل.